الحاج عمده هنبات في الشارع، قانون الايجار القديم نزل والبرلمان قفل علينا جامد قوي. فكك من الهري وتعالى هنا اسمعني قبل ما تفرش الملايه وتنام على الرصيف. الايجار القديم اللي شغال من ايام 6 و6 خلاص هيتلغي. بابا يا عمده يعني خلاص هبات في الشارع؟ مش من بكره يا بابا هيطردوك، عاملين لك حاجه اسمها الفتره الانتقاليه. ايوه يعني بكره انا هبات فين يا عمده؟ بص يا سيدي، لو انت مأجر شقه سكنيه قدامك 7 سنين تنام وتبرطع وتتغدى وتتعشى فيها براحتك. اما بقى لو مأجر مكتب ولا محل تجاري قدامك 5 سنين بس. ايوه طب هدفع كام يا عمده؟ هي نفس ال 3 جنيه لما ادفعها. 3 جنيه يا خلف الندامه، دي كوبايه الشاي بقت ب 7 جنيه يا خلوف. بص يا خلوف كده وركز معايا، لو انت قاعد في منطقه راقيه هيبقى الايجار 20 ضعف اللي انت ما تدفع دلوقتي، بس مش اقل من 1000 جنيه مهما كان. اما بقى لو منطقتك وسط وعلى قدها هيبقى 10 اضعاف بحد ادنى 400 جنيه. طب لو انا بقى من منطقه شعبيه اقول لك هي نفس برضه ال 10 اضعاف بس بحد ادنى 250 جنيه خلوفي. والمحلات يا خلوف قصدي يا خلوف 5 اضعاف الايجار الحالي. يعني من الاخر كده مفيش لعب، الدنيا واضحه. صحيح يا خلوف نسيت اقول لك، جوه الفتره الانتقاليه اللي هي ال5 سنين او ال7 سنين هيبقى في زياده سنويه 15% كل سنه، عشان ما تقولوش العمده ما قالكوش. ايوه طب وبعد ال7 سنين ده هنام فين يا عمده؟ بعد ال7 سنين ولا ال5 سنين خلاص العقد القديم بتاعك راح في ده يا خالف. ايه وانت عايز تبلط في الشقه العمر كله؟ اتفق بقى مع المالك على عقد جديد حسب اسعار السوق يا خالف. انت واللي زيك ورتبوا نفسكم من دلوقتي، القانون الجديد واضح والحد الادنى معروف، واللي يجي على سكان مصر يستاهل زخف عمدتهم شيروا لهم وابعتوا لهم.